السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوية فول النمقيس زبدة. هنحضر الفول بتاع السحور، ما خدش معانا أكتر من نص ساعة، هو نص ساعة بس مفيش غيرها. فول زي الزبدة هو زي ما انتوا شايفين، ولا لونه تحفة كهرمان وبدون قشر. في نص ساعة هتحضري أحلى سحور. عايزة اقول لكم هتدمنيها وهتبطلي عمايل الفول العادي. عايزة اقول لكم بجد تحفة. يلا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. المقادير بتاعتنا يا ست الكل: معايا ربع كيلو من الفول المدشوش، طبعا غسلاه ونقعاه كويس قبلها بنص ساعة او ساعة، مش هتفرق عادي، بس نقعيه شوية كده. ده زي ما قلتلك ربع كيلو من الفول المدشوش. هنحط بقى ايه؟ نص الربع الفول المدشوش هنحط بقى ايه؟ عدس بجبة، يعني تمن عدس بجبة. وعايزه اقول لكم كمان بالنسبه للعدس الابيض الاصفر هيبقى نص العدس بجبة، يعني نص التمن. انتي بالمعيار كده حدديه ان شاء الله، كده هيطلع معاكي مظبوط. ومعايا هنا طماطميتين مبشورين وليمونه. هقول لك تاني المقادير: ربع كيلو من الفول المدشوش، ومعايا تمن من العدس بجبة، ونص العدس بجبة ده عايزينه نص عدس اصفر، وطماطميتين مبشورين وليمونة. هي دي المقادير بتاعتنا. هتبقى وصفة سهلة، في نص ساعة هتاكلي احلى فول. سيبك انتي بقى من الطريقة التانية بتاعة الفول البلدي، دي حاجة ودي حاجة، بس عايزة اقول لكم النتيجة واحدة ويمكن الطعم احلى كمان. هنجيب حلة ونحط عليها مية سخنة. هنا انا سخنت مية في الكاتل بتاع لتر مية كده، ولو احتجتي مية تاني زودي، بس انا عن نفسي محتاجتش مية. هو اللتر المية ده كان كافي عليها، سواها وبقى كان فيه نسبة مية كمان بتبقى في قلبيها. هنزل بقى بالمقادير بتاعتي. هنزل بالفول المدشوش اللي هو ربع كيلو. اديني بقولك المقادير تاني: ربع كيلو من الفول المدشوش، عشان لو حابة تضعفي الكمية ضعفي براحتك. زي ما قلتلك الفول المدشوش هيبقى ربع، والعدس بجبة هيبقى تمن، والعدس الاصفر هيبقى نص التمن. يعني الكمية الكبيرة للفول المدشوش، الكمية الوسط من العدس بجبة، الكمية الصغيرة من العدس الاصفر. وهبشر طماطميتين تديها لون حلو وطعم احلى كمان. انا عايزه اقول لكم ولادي حبوا الطريقه دهيت عن الفول البلدي اللي هو بقشره العادي. قالوا لي يا ماما اعملها لنا على طول، والنتيجه كانت واحده، بس على الاقل ما فيهوش قشر، بتاكلي كده ايه؟ القلب بقى بيبقى زبده. هنا انا حطيت معلقه من الكركم، نص معلقه من الكركم كمان، يعني نص معلقه من المعلقه الكبيره، وحطيت كمون، وهحط ملح وشطه. طبعا الشطه اختياري، حابه تحطي بابريكا براحتك. يبقى هحط ملح وكركم وكمون وشطة. انا كده بتبل الفول بتاعي عشان لما اطلعه هو شوية الزيت والليمون وخلاص. هتقولي لي ما انت هتحطي ليمونه هنا، لا، الليمون اللي انا حاطاه في الحله ده غير الليمون اللي انت بتقدميه، بيبقى لسه بقى الطعم فيه كده، بيدي طعم وريحه حلوه مع الطحينه كمان. عايزه اقول لك كمان تقدري تعملوا منه فول بقوطه كمان بعد ما تخلصيه. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه واللايك والشير، ونصلي على النبي في التعليقات. هنحطه بقى ايه؟ على النار لحد ما يستوي، مش هياخد نص ساعة. ادي كده بعد ما استوى، شايفين هو ده السمك بتاعه، وكان استوى وبقى زي الفل. وقلتلك لو حابة تحطي مية تاني، لو احتاج مية حط، زودي مية عليه واحدة واحدة كده. بصي هو ده السمك اللي انا عايزاه. طبعا مش هيفضل كده، لا، هضربه بالهاند بلندر او بالخلاط، بس انا عايزة نص ضربة، مش عايزة ضربة كاملة، عشان تحسي كده بحب الفول في قلبيه، ما يبقاش مطحون قوي. حبة مطحون قوي تمام، احنا ساعات بنجيبه من المطعم مطحون. بص هي نص ضربة بالظبط، انا عايزة يبقى في قلبيه كده زي لحم.
عايزة اقول لكم لونه تحفة وطعمه كمان تحفة، بجد جربوها. شايفين بقى هو ده السمك بتاعها، مش مهروس قوي. يلا بقى نغرف الطبق بتاعنا. ما تنسيش بقى تصلي على النبي، اللهم صل عليك يا نبي. تقدري بقى تعبيه في اكياس وتشيليه في الفريزر، بس طبعا بعد ما يبرد. كل اسبوع كده في رمضان اعملي لك حلة زي دي، طبعا على حسب ما الكمية هتقضيك. يعني لو الكمية دي قضيتك تمام، عايزة تضاعف لو انتوا أسرة كبيرة وعايزة تضاعفي الكمية مفيش مشكلة. وعبيه في اكياس وطلعي بعد الفطار على طول، على السحور يكون فك. هنا بقى نحط الطحينة ونظبط بقى زيت وليمون، وتاكلي احلى فول. عايزه اقول لكم كان كهرمان. طبعا الفول دوت وجبه اساسيه في السحور، هو ده اللي بيسد معانا طول النهار. حابه تحط زيت زيتون براحتك. شايفين بقى الحلاوه، بجد جربوها. ودعم بقى الايه للطريقه المتعبه. هنحط بقى قرن فلفل كده اخضر، نقطعه كده مكعبات. مش حابه تحطي ما تحطيش براحتك. وزي ما قلتلك عايزة تعملي فول بالطماطم، ممكن تعملي التسبيكة بتاعة الطماطم. 3 فصوص توم كده على طماطميتين، وتسبكيهم بالملح والفلفل والشطة والكمون، وتنزلي عليهم بالفول، وتاكلي أحلى طبق فول بقوطة زي العسل. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم، واستنوني في وصفة جديدة، واشوف وشكم على خير.